السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حلقة جديدة هنتكلم عن عمر مرموش، وبسرعة كده يا حبيبي الزرزور تنزل تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. النهارده هكلمك عن حاجات محدش اتكلم عنها قبل كده. يا حبيبي ده يا حبيبي الزرزور عامل ايه؟ تعالى بس، ده النهارده في قصة وحكاية جميلة جدا هنحب نتكلم عليها أول النهارده. يلا بينا يلا بينا. مرموش ايه اللي الناس شايفاه في مرموش احنا مش شايفينه؟ حلمي طبعا ان انا اروح الانجليزي، مش لازم دلوقتي بس انت مرموش. صدق بالله لا اله الا الله، احمد مدبولي قد 100 مره. مرموش والثالث ايه اللي بيعمله في الدوري الالماني؟ So Marmoush is set up through the middle. Oh, Marmoush into the area. انا كنت شايف ليه هدف For Marmoush, it suddenly opened up for Omar Marmoush. في الاول، ما كانش حد يعرفني قوي. مرموش كسر مرموش بدري قوي، كان واضح بالنسبه لي ان انا عايز اسافر باي طريقه. عمر مرموش سنة 2015 كان في لاعب بيلعب في وادي دجلة اسمه عمر مرموش، محدش يعرف عنه حاجة ولا هو حتى يعرف عن نفسه حاجة، حتى ما جت سنة 2017 ونادي فيلفسبورج في الدوري الألماني قال لك انا عايز عمر مرموش. وادي دجلة رد عليهم وقال لهم عمر مرموش بتاعنا احنا؟ قالوا له ايوه عمر مرموش احنا عايزينه. عشان سنة 2017 ينتقل عمر مرموش من نادي وادي دجلة الى نادي فيلفسبورج في الدوري الألماني. تخيل لاعب عنده لسه 17 سنة راح يلعب في ألمانيا ولا بيعرف يتكلم ألماني ولا يعرف حد لسه في ألمانيا ولسه عنده 17 سنة لسه فرفور. لغة، انت رايح بلد جديدة، الاكل، ان انت تعتمد على نفسك، رايح وانت عندك 17 سنة تعيش لوحدك، انت بعيد عن اهلك واصحابك، ومطلوب منك ان انت تأدي بشكل كويس. لا والمصيبة ان هو ما كانش رايح يلعب مع الفريق الاول، لا ده كان رايح يلعب في فولفسبورج مع الناشئين لسه، يعني يا صابت يا خابت. مرموش فعلا خد الخطوة وراح يلعب في فولفسبورج. قعد 3 سنين يا حبيب الزرزور بيلعب في الناشئين، 3 سنين، يعني بقى عنده 20 سنة ولسه في الناشئين، عشان بقى فولفسبورج يحس على دمهم ويطلعوه سنة 2020 للفريق الأول. وانت مفكر بقى كده الدنيا هتحلو مع مرموش؟ ده مرموش أول ما صعد مع الفريق قعد 6 شهور مع الفريق الأول ما لعبش غير دقيقة واحدة، دقيقة، نزل في الدقيقة 89، حكم صفر في الدقيقة 90، مكسبش وقت ضايع الماتش ده عشان فولفسبورج ما اقتنعش بعمر مرموش بعد 3 سنين معاهم في الناشئين وصعدوه للفريق الاول، ما اقتنعش بيه. عشان تيجي سنة 2021 في شهر يناير بالتحديد مرموش يسيب فولفسبورج ويروح نادي تاني. انتقال عمر مرموش لنادي سانت باولي في الدرجة الثانية في الدوري الألماني. عشان عمر مرموش بقى يقرر يثبت نفسه مع سانت باولي، عمل موسم شبه ما كويس، اثبت نفسه. يعني مرموش لعب مع سانت باولي في خلال 6 شهور 21 مباراة، سجل 7 اهداف وصنع 3 اهداف. عشان ساعتها فولفسبورج بقى يرجع عمر مرموش من الاعاره ويقول له ايه ده انت طلعت حلو وجميل ومزازه، تعال خليك مجمع معايا كده يا حبيب الزرزور ان الولد عمر مرموش بقاله 4 سنين في المانيا، 3 سنين في الناشئين ونص سنة مع فولفسبورج في الفريق الأول ونص سنة مع سانت باولي في الفريق الأول. مجمع معايا مرموش بقاله كام سنة حبيب الزرزور؟ 4 سنين. الدنيا جميلة وماشية مع عمر مرموش، عشان بقى عمر مرموش قال لك بس أنا خلاص هروح المنتخب الأولمبي، أنا جايب 7 تجوان و3 أسيستات وبلعب في الدوري الألماني والدنيا جميلة. حتى يفاجئ عمر مرموش إنه لم يتم استدعائه للمنتخب الأولمبي. طبعا انت حبيب الزرزور هتقول لي تلاقي فيه كان في عتاولة مثلا راحوا مكانه. هقول لك حبيب الزرزور اللي راح مكانه هو ناصر منسي، صلاح محسن، عيل تاني عبيط كده مش فاكر اسمه، والله مش فاكر اسمه، راح مكان عمر مرموش عشان يطلع شو غريب مدرب المنتخب الأولمبي ويقول لك عمر مرموش كثير التنقل ما بين الأندية مش هيفيد المنتخب، انا مش عايزه. احنا عندنا 3 في المنتخب الاول وبالرغم من كده برضه احنا بنلعب. اي لعيب لما بيبقاش موجود مع المنتخب بتاعه في بطولة زي دي، بطولة كبيرة ما بتجيش غير كل 4 سنين، طبعا كنت قاعد زعلان ومش مبسوط باللي حصل. عشان يطلع بقى عمر مرموش في لقاء صحفي ويقول لك اكتر مدرب ظلمني في حياتي هو المدرب العريق الفريق شوقي غريب. عشان تعرف يا حبيبي الزرزور ان المشاكل ما بتجيش كلها على فترات. نادي فولفسبورج قال له يلا انت ولا رحت منتخب ولا عامل حاجه، خد بعضك وامشي. عشان ساعتها كان مرموش جاي له عرض من نادي شوتجارد الالماني، قالوا له تعالى مرموش. عشان ساعتها ما مرموش قرر يسن على كل بتوع المانيا. مرموش مع نادي شوتجارد كان عامل موسم جبار،
سجل جون في نادي اللي هو بيلعب فيه حاليا فرانكفورت، واسيستات، وعامل قلق مع نادي شوتجارت عشان ريحة عمر مرموش توصل لكارلوس كيروش الفاكهة. قال له تعالى يا مرموش بقى المنتخب. عشان ساعتها عمر مرموش ما صدقش نفسه. انا عايزين معاكم في المنتخب بجد وربنا، ده انا انسان، انا عايش. ما صدقش نفسه ساعتها عمر مرموش. لا وكمان المفاجأة ان لقى نفسه اساسي في اول ماتش ليه مع المنتخب ضد ليبيا. عشان ساعتها مرموش بقى اذا جات لك الفرصة اغتنمها، لا تروح عليك يا معلم، ولو راحت عليك ولا هتلاقيها بمواصلة. تعالى بس اسمع. ساعتها عمر مرموش نزل الماتش وعمل جون عالمي كلنا شفناه، الجون اللي كان في ليبيا. عشان يجي بقى هنا تأثير محمد صلاح، أول لقاء لمحمد صلاح وعمر مرموش في المعسكر بتاع المنتخب قبل الماتش. صلاح قعد مع عمر مرموش واداله نصيحة. ايه هي النصيحة يا حبيب الزرزور؟ هي الميلتون هيرس. ميلتون هيرس القوة الذهنية يا حبيب الزرزور، القوة الذهنية بالمعنى. يعني محمد صلاح بيقول له لازم يبقى ترسم الماتش قبل ما تنزل وتفسد دماغك من كل الضغوطات. عشان فعلا عمر مرموش قال لك النصيحة ديت عجبتني جدا ونزلت ماتش ليبيا مستخدمها. Hi, my name is Omar Marmoush. والله اقل واحد كان في الملعب. يعني اقول لك على حاجه، مصطفى شلب احسن منه لو لعب. مرموش ده طلع فنكور. Hi, I'm Omar Marmoush and this is simply the best. وهتفكر حبيب الزرزور اللي الدنيا بقى لونها وردي مع عمر مرموش والدنيا ماشيه فاكهه. ده بعد المعسكر محدش عبر عمر مرموش ولا اكنه جه المنتخب ولا اكننا نعرفه. عشان سنه 2022 الولا نازل في تصويت احسن لاعب صاعد، نزل تويته قال يا جماعه صوتوا لي وادعموني انا تبعكم. نزل تويته بيطالب بيها بالدعم. يا جماعه انا موجود، انا هنا يا جماعه. الواد جاب اخره ولا برضه حد عبره ولا حد صوت له ولا اي حد. لا وكمان ده ابتدت الناس تهاجمه وتحطم فيه وتقل منه بشويه البرامج التلفزيونيه العبيطه. اي حد وكتاب الله اي حد بيزرط في الكوره بيطلع كده يفسي، طلعوا مسكوا الواد واستلموه وقعدوا يحبطوه. كل المردود بتاع عمر مرموش ايه؟ مرموش هو لولا الجون اللي جابه في ماتش ليبيا الاولاني وربنا كان هيغير، ومصر كلها تقعد تقول لك مرموش، انما بالامانه فنكوش. حط نفسك مكانه حبيب الزرزور، انت ولا عندك دعم، لا وكمان بيتقل منك وبيحبطوك من ولاد بلدك اللي المفروض يدعموك. طبعا حاله الولع عمر مرموش كانت في النازل، بس ساعتها استخدم النصيحه اللي قالها له محمد صلاح، الميلتون هيلز. استخدم نصيحه محمد صلاح وفكوا من كل حاجه وابتدى يركز في الملعب ويرد عليهم في الملعب. عشان ساعتها في الموسم دوت عمك عمر مرموش يجيب 5 تجوان مع شوتجارت ويصنع 3، عشان ساعتها الاعاره بتاعته تخلص ويرجع لنادي فولفسبورج. رايح جاي رايح فولفسبورج ايه يا عم؟ عشان ساعتها بقى يثبت نفسه معاهم عشان ما يمشوش، عشان الواد تعب بقى. ساعتها بقى عمك مرموش يجيب 6 جوان ويصنع هدف مع نادي فولفسبورج. عشان في اخر الموسم بقى فولفسبورج قال له انت جميل يا مرموش والنبي جد. راح تف عليهم وقالوا لهم انا هاخد شنطه هدومي وماشي، انتوا هتمطمحوني وتجيبوني؟ ده انا من شبرا. عمك مرموش خد شنطه هدومه وخد بعضه وراح نادي فرانكفورت. انا تعبت للواد والله. عمر مرموش مع نادي فرانكفورت انصهر وزار عمر مرموش ورد على اي حد كان بيقلل منه. موسم 23-24 عمر مرموش مع فرانكفورت. عشان ساعتها عمر مرموش لعب 41 مباراه، سجل 17 جون وصنع 6 اهداف. عشان يجي الموسم الحالي وزي ما انتم شايفين انا مش هاكل ارقام الولا عمر مرموش اول على هداف هاريكين في الدوري الالماني، لا ومساهم باكبر عدد اهداف في ال5 دوريات الكبرى. متخيل الرقم حبيب الزرزور؟ الولا عامل قلق. عشان بقى يا عم حبيب الزرزور تبتدي الكلام على عمر مرموش، العالم كله بيتكلم على عمر مرموش مع رضا عبد العال، عشان تأتي المفاوضات لعمر مرموش من نادي برشلونة ونادي ليفربول. ايوه، واصبح عمر مرموش حديثا للعالم كله، واسكت جميع من نقده وقلل منه شتمه قال له انت متعرفش تلعب، انت فنكوش. عمر مرموش ليس فنكوش. قيمة عمر مرموش الآن 70 مليون يورو، مش 65 كمان. هذا هو عمر مرموش أحد الزرزور ورحلة كفاحه. شفت يا ابني؟ شفت؟ هي الدنيا كده، يوم عليك ويوم عليك.
اوعى يا حبيب الزرزور الحلقه والرحله الجميله ديت تنسيك اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس وتنسى حبيبك الزرزور. يقدر التاريخ برضه. شوف وشك على خير يا حبيب الزرزور في فيديوهات اخرى ورحلات لعيبه اخرى، واطلع اشوفك على طول. انا بحبك يا بحبك والله. يلا اشترك يلا، واشوفك ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.